الأهلي يرفع الفولت برعاية كهرباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم مع بعض عن مباراة الأهلي أمام سموحة، والأهلي يرفع الفولت برعاية كهرباء في مباراة من أجمل مباريات النادي الأهلي في الدوري او في 2023. قبل بس ما نبدا، يا ريت تنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل لايك للفيديو. ويلا بينا نخش على الفيديو. الاهلي يفوز على سموحه بنتيجه 3 اهداف مقابل هدف. سجل 3 اهداف احمد عبد القادر وحمدي فتحي بصناعه محمود عبد المنعم كهربا، وسجل الهدف الثالث محمود عبد المنعم كهربا بصناعه حسين الشحات. بينما سجل هدف سموحه وهو حسام حسن من ركله جزاء، انا من وجهه نظري اللي هي ما فيهاش اي حاجه وما تدعيش اصلا اللي هي تكون ضربه جزاء. والنهارده كهربا بيكتب لنفسه شهاده ميلاد جديده بصناعه هدفين وتسجيل هدف ثالث، وبالنسبه لي هو افضل هدف في المباراه. وفرحه من كولر مدرب فني. كهربا طبعا زي ما احنا قلنا في الفيديوهات اللي فاتت اللي لو رجع هيشارك كمهاجم، لان كولر معتمد عليه في حته الراس الحربه او المهاجم، وكان بيلعبه كتير قوي في الماتشات الوديه، وكان بيتالق مع كولر في الماتشات الوديه. فشابوه كهربا، وعايزينك تستمر يا كهربا بالاداء ده، وان شاء الله الازمه بتاعتك تتحل باسرع وقت وتعود للمشاركه من جديد في كل المباريات وكل الاوقات. مباراه حلوه جدا من اللعيبه، وخصوصا كهربا واحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد هاني. وكمان احنا شفنا الصفقات الجديده زي كريستو وخالد عبد الفتاح ومروان عطيه. طبعا اللعيبه نزلت في وقت قليل وكان اول ماتش ليهم، فما اثبتوش نفسهم بشكل كويس، بس ان شاء الله الفتره الجايه يثبتوا نفسهم. وخصوصا انا هتكلم شويه عن كريستو لان احنا طبعا عاوزين لعيب بيلعب في حته الهجوم. هو كريستو واضح من اللمسات اللي هو ما بيفكرش مرتين ولاعب كويس، يعني احنا مش عايزين نستعجل عليه ونصبر عليه شويه لحد ما يتاقلم مع الفريق ويقدر اللي هو يلعب براحته، وان شاء الله هيدينا اداء كويس جدا جدا. اهم حاجه حصلت في الماتش ده طبعا هي عوده الاداء. النهارده الاداء كان كويس جدا في الشوط الاولاني، لكن طبعا الناس هتقعد تقول في الشوط الثاني الاهلي ما عملش حاجه كتير، او الاهلي ما كانش عاوز يسجل اهداف. طبيعي الاهلي لازم ما يسجلش اهداف في الشوط الثاني وطول ما هو متقدم باكتر من فارق هدفين. ليه؟ لان لو الاهلي كان لاعب بجديه ولعب بكل قوته كان ممكن لا قدر الله اللعيبه تتصاب، وده اللي احنا مش عاوزينه. احنا عاوزين الاهلي يخلص الماتش بدري بدري ويريح في الشوط الثاني او في اخر الماتش علشان ما يحصلش اصابات واللعيبه تلعب الماتشات اللي بعد كده وهي مستريحه. وده اللي الحمد لله حصل النهارده، وده كلام كولر كان قايل لهم خلصوا الماتش بدري علشان نقدر نلعب براحتنا وما نستعجلش ومحدش يصاب مننا. والحمد لله ان اللعيبه النهارده ما اتصابتش وخلصت الماتش على خير ومفيش اي حد اتصاب الا تقريبا حمدي فتحي عنده كدمه بسيطه، وان شاء الله هتتحل ويلحق مباراه الزمالك. وطبعا المباراه النهائيه بتاعه كاس مصر هتتاجل تقريبا لشهر 3 او 4، لان طبعا الاهلي داخل في كاس عالم وبعدين افريقيا والدوري وهكذا. والمهندس عمرو حسين طلع اكد ان النهائي ما بين الاهلي وبيراميدز هتاجل. الاهلي هيشارك في كاس العالم، والنهائي كان يوم 1/2 اللي هو اول ماتش الاهلي في كاس العالم، فطبعا النهائي كان لازم يتاجل. طبعا احنا عندنا مباراه كبيره مع نادي الزمالك يوم السبت القادم الساعه 8:30 مساء بتوقيت القاهره على ملعب استاد القاهره. طبعا امبارح حصلت لبخه كبيره قوي في القايمه، كان متواجد فيها محمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر عمرو السوليه وبرونو سافيو. الاهلي اعلن امبارح اللي برونو سافيو عمرو السوليه جالهم اصابات بسيطه وهيكونوا جاهزين لمباراه الزمالك. بينما طاهر محمد طاهر طبعا كولر اللي هو يريحه لمباراه الزمالك، وكان معاه برضه محمد عبد المنعم. يلا بينا كده نخش نقيم اللاعبين. نبدا كده على طول. طبعا بالشناوي هياخد 6، ما ظهرش كتير قوي النهارده في المباراه الا في تقريبا في كام كوره كده وفي اخر المباراه. محمد هنا هياخد 7 وبيعمل كل حاجه في الكوره، بس المشكله عنده في العرضيات، اللي هو بيجي يلعب العرضيه ما بتظبطش مع حد، او حتى لما بيجي يلعب العرضيه بتوصل للحارس او المدافعين بكل سهوله. محمود متولي هياخد 7، عمل مباراه كبيره برضو النهارده، بس المشكله اللي هو عنده شويه اخطاء صغيرين، لو هو حلهم هيبقى افضل مدافع في مصر وهياخد تقييم اعلى من كده. رامي ربيعه هياخد 6، كان عنده برضو شويه اخطاء صغيرين سبب في ضربه الجزاء، اللي لو هو كان ذكي شويه ما كانش هيعمل تاكلينج وكان هيسيب الكره تطلع بره. عاوزين مستوى احسن من كده يا رامي، وانت طبعا هيبقى المدافع الاساسي في مباراه الزمالك مع محمد عبد المنعم، ففي التوفيق يا رامي وان شاء الله تكسر الدنيا. علي معلول 7، وحمدي فتحي واليو ديانج برضو هياخدوا 7، عملوا برضه مباراه كبيره النهارده. ومحمد فخري هياخد 6، عاوزين احسن من كده يا فخري. احمد عبد القادر هياخد 9، عمل مباراه كبيره برضه النهارده وسجل هدف في توقيت مهم برضه، الهدف ده هو اللي فتح المباراه. شابوي عبد القادر وعايزين مستوى اعلى من كده. وحسين الشحات هياخد 8، قدم مباراه كبيره برضه النهارده وعمل اسيست عالمي لمحمود كهربا في الهدف الثالث. ومحمود كهربا هياخد 10،
عمل مباراة ولا اروع ليه مع النادي الاهلي، سجل هدف وصنع هدفين. منتظرين منك يا كهربا المزيد، وانت عملت اداء عالمي النهارده، وشابوه يا كهربا. وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو انزل اعمل لي لايك، ولو ما انتش مشترك في القناه تنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، شكرا، مع السلامه.